السلام عليكم ورحمة الله، طلبة تانية ثانوي حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان عن فصل التغذية أو جزء التغذية في النبات وفي الإنسان، بناء ضوئي والهضم. في شوية أسئلة محتاجة فكرة، في أسئلة مباشرة. المهم الامتحان ده في ناس امتحنته فهتبدأ تراجعه من الحل اللي هنحله دلوقتي، وفي نفس الوقت الناس اللي ما امتحنتش ومحتاجة تمتحن الامتحان قبل ما تسمع الحل بتاعه تقدر تلاقي الامتحان موجود في الديسكريبشن، تقدر تحله وترجع تاني معانا تراجع أخطائها، وإن شاء الله محدش يخطئ. ركز جدا في الامتحان، اسئلته كويسه، اسئلته لذيذه، فيها شويه اسئله محتاجه فكره بسيطه ان شاء الله هنفسرها كلها مع بعضنا دلوقتي. ويلا بينا نبدا اول سؤال ونشوف الامتحان ده بيتكلم فيه. معانا اول سؤال هنا بيقول: اذا افترضنا ان النبات يحصل على غذائه. دلوقتي احنا عارفين ان النبات بيحصل على غذاء بتاعه بطريقه معينه، وهي بطريقه البناء البناء الضوئي. وعارفين كمان ان كبناء ضوئي للنبات هو اللي هيخليه يعمل مين؟ الجلوكوز. فانا بقول لك ان النبات ده هيحصل على غذائه في صورة جلوكوز. ادي حاجة من ايه جزء السؤال، وفيتامين بي واملاح. فانا كده النبات ده هيحصل على دول كغذاء. لو افترضنا يعني ان هو يحصل على دول على غذاء، هيبقى النبات ده او الكائن ده كنبات هيكون ايه؟ ذات التغذية به كلوروفيل بسيط. ما هو الكلوروفيل البسيط ده عرفنا في البكتيريا برضو ان فيها كلوروفيل بسيط بيعمل لي برضو جلوكوز، فانا كده كده هتاخده جاهز مش محتاجاه. ذات التغذية به كلوروفيل بي فقط، ما هو برضو في كلوروفيل فبيعمل برضو جلوكوز، وانا كنبات هكتسبه عادي او هتتغذى عليه عادي، فمش محتاج كلوروفيل ان انا اعمل منه جلوكوز. لو جينا رقم ب هنلاقي ان ذات التغذية به كلوروفيل ايه فقط، فانا عندي برضو كلوروفيل ده هيبدأ ان هو يعمل لي برضو جلوكوز، وانا هاخده كصورة جاهزة فمش محتاجه. فهيبقى الاختيار اللي عندي الامثل والاصح هو غير ذات التغذية، لان اي نبات غير ذات التغذية هو هيكون النبات اللي بتاخد الايه؟ الجلوكوز جاهز، مش هتضطر انها ايه؟ تصنعه فيها او تشتغله او تعمله. ده كده اول سؤال. نيجي للسؤال التاني، بيقول: ما العبارة التي تصف الكائنات التي تستخدم التغذية الذاتية؟ يعني الأربع جمل دول فيهم عبارة بتصف مين؟ الكائنات اللي هي بتستخدم التغذية الذاتية، يعني اللي هي بتستخدم بعض المواد الأولية علشان تخلق المواد الإيه الخاصة بها الغذائية اللي تبقى معقدة الإيه التركيب. نيجي على أول إيه، على ألف: تحصل على غذائها بالتغذي على كائنات أخرى. لا، ما هي لو تغذت على كائنات أخرى مش هتبقى إن هي إيه؟ ذات التغذية. لا تحتاج إلى الطعام وتعيش على الماء فقط. طبيعي برضو لا. يمكنها صناعة غذائها بنفسها من مواد بسيطة غير عضوية. ده الصح. تعال نشوف آخر واحدة: تكتشف تلقائيا وجود الغذاء في المنطقة. ملهاش علاقة بالسؤال، هي هتبقى ديت علشان تقدر النبات بياخد عندك CO2 بلس H2O، الاتنين دول بسيط التركيب بيخلقوا في الآخر إيه؟ C6 H12 او 6 اللي هو مين؟ الجلوكوز. وكده السؤال ده عرفنا ان حله هيكون صناعه غذائها بنفسها من مواد بسيطه غير عضويه. نيجي لسؤال رقم 3. سؤال رقم 3 بيقول لك: اي الحيوانات الاتيه يختلف في نمط التغذيه عن باقي الحيوانات؟ انا كده جيب نمط ايه تغذيه، وعندي كذا حيوان، فهشوف الاختلاف ما بين انماط التغذيه ايه بتاعتهم. عندي الارنب من اكلات الايه النباتات، زي بياكل ايه الحاجات خضراء زي البرسيم وايه، واي حاجه خضراء كنبات هو ايه بياكلها مين؟ الارنب، لكن ما بياكلش لحوم. عندك الحصان برضو بياكل ايه؟ خضار، يعني الاتنين زي بعض. طب الغزال برضو يعتبر خضروات. فكده انا عندي الثلاثه دول نمط الغذاء بتاعهم واحد، لكن الاسد هو المختلف لانه الاسد ده بياكل ايه؟ لحوم، لكن دول ما بياكلوش ايه؟ ما بياكلوش لحوم. نيجي لسؤال رقم 4 بيقول: ما المقصود بالناد بي؟ الناد بي المقصود بيه هو نيكوتين اميد دايفوسفيت، او نيكوتين اميد ثنائي الايه الفوسفات. بس انا عندي في الاختيارات بس انا عندي في الاختيارات مديني كذا اختيار. انا هبدا ان انا اطلع ما بينهم الصح والاصح، وفي نفس الوقت اصنف اللي انا قلته ده عليها. يعني النيكوتين اميد دايفوسفات ده، يعني احنا قلنا ايه؟ نيكوتين اميد دايفوسفات. قال لك نيكوتين اميد، نيكوتين اميد، نيكوتين اميد، نيكوتين ادينين، ده مش معانا. وعندك هنا ثنائي البوتاسيوم برضه مش معانا. يبقى انا عندي واحده من الاثنين دول: نيكوتين اميد ادينين ثنائي
الفوسفات، ولا نيكوتين اميد الانين ثنائي نيكوتين الفوسفات؟ لا، هي نيكوتين اميد ادينين ثنائي الايه؟ الفوسفات. وديت نبقى نتكلم عنها في جزء لوحده كده، بس انت هتختارها على اساس ان انت عارف ان ده موجود عندك في الكتاب بالاسم المجعلص ده. وده سؤال يعني انا كنت محط السؤال دوت للطلبة اللي هي محتاجها تذاكر من الكتاب، ما تعتمدش على الشرح فقط لا غير، تذاكر من الكتاب وتذاكر وتبحث وتشوف الدنيا فيها ايه. فالنيكوتين اميد دايفوسفيت او اميد او نيكوتين اميد ثنائي الفوسفيت هو انت عندك موجود فيه الايه؟ الادينين وليس الايه؟ الالانين. تمام. نكمل. في التفاعلات المعتمدة على الضوء، خلي بالك تفاعلات معتمدة على الايه؟ على الضوء، يبقى كده تفاعلات ايه؟ ضوئية. اي من الاتي مسؤول عن امتصاص الضوء؟ مين اللي بيمتص الضوء؟ تعال نجيب من هنا لقدام. هل جزيئات الاي تي بي بتمتص الضوء؟ لا، ده هي اللي بتتعمل من الطاقة اللي بتاخدها من الضوء. طب جزيئات المية؟ لا برضه، ديت بتنشطر جزيئات المية بجزء من الطاقة اللي بتاخدها من الطاقة الايه؟ الضوئية. جزيئات النشا دي اللي بتتكون اساسا. بقى عندك مين؟ جزيئات الكلوروفيل اللي هي يعتبر بتعمل لي امتصاص للضوء، والكلوروفيل المتميز ان هو موجود فيه ذرة الايه؟ المغنيسيوم. نكمل. كل مما يأتي من نواتج التفاعلات على الضوء او المعتمدة على الايه؟ الضوء. يبقى انا برضو بتكلم هنا عن التفاعلات الايه؟ الضوئية. يبقى انا بقول لك كل اللي جاي بيعتمد على الضوئية ما عدا واحد بس. ركز، ما عدا ايه؟ ما عدا واحد بس. انا دلوقتي جزيء الناد بي اتش، خلي بالك الناد بي اتش، طالما في اتش هنا اهو يبقى ده معتمد على الايه؟ على الضوئيه، ده صح. طيب الجلوكوز؟ لا، الجلوكوز لا ضوئي، الظلام، يبقى انا ايه؟ ده غلط. الاكسجين بيحصل كناتج ثانوي فين؟ في عمليه التفاعلات الايه؟ الضوئيه. جزيء الاي تي بي برضه بيحصل فسفره ضوئيه عشان يتكون الاي دي بي من الاي تي بي، من الاي دي بي زائد ايه؟ زائد البي بيديني اي تي بي في عمليه اسمها عمليه فسفره ضوئيه اللي بيستخدم فيها الايه؟ الضوء. دي بالنسبه لمين؟ للسؤال 6. نيجي لسؤال 7. الاكسجين هو احد نواتج التفاعلات الضوئيه. ركز، الاكسجين هو احد نواتج التفاعلات الضوئيه. ما العمليه التي تنتج الاكسجين؟ طيب تعالى كده نشوفها مع بعض. انا دلوقتي عشان انتج الاكسجين محتاج ان انا ايه اللي يحصل عندي؟ محتاج عندي ان ال H2O يجي لها طاقه، يحصل له انشطار، فايه اللي يطلع؟ يطلع لي ال H2 بلس نص O2. يبقى ده هيتصاعد. يبقى الاكسجين بيتصاعد، ده بيتصاعد من ايه؟ من الطاقه او بفعل الطاقه الايه؟ الضوئيه اللي حصل لها امتصاص بواسطه مين؟ الكلوروفيل. يبقى انا هختار ايه بقى؟ التحلل الضوئي للماء، تمشي. فسفره جزيء الاي دي بي ملهاش علاقه. انا عايز ايه؟ انتج اكسجين. النقل النشط للهيدروجين برضو انا مش عندهاش ليه علاقه. حركه الالكترونات خلال حركه الست الكترون دي برضو بتاعت خاصه بان تكوين الاي تي بي والكلام ده كله، فدي برضو انا مش عندي ليها علاقه. لكن التحلل الضوئي للماء هي دي الصح، لان انا لما احلل الضوء او احلل الماء ضوئيا بواسطه الطاقه اللي جايه من الضوء احولها ايه؟ عمليه ايه؟ انشطار. تمام. تمام. نيجي لسؤال رقم 8. بيقول ما أهمية الضوء في تفاعلات البناء الضوئي التي تعتمد على الضوء؟ نقرأ السؤال تاني وتركز وتطلع زي ما أنا بطلع الكلمات كلمة كلمة علشان تقدر تحل السؤال. أهمية الضوء، أهمية الإيه؟ الضوء في تفاعلات البناء الضوئي التي تعتمد على الضوء. يعني أنا عايز أعرف أهمية ده في ده. تعال نشوف ألف وب وجيم موديل بيقول لك إيه؟ يعد ضروري لتثبيت غاز ثاني أكسيد الكربون؟ لا، هو غاز ثاني أكسيد الكربون ده أصلا بيتثبت فين؟ في الاستروما بواسطة مين؟ النات بي اتش 2 والاي تي بي. يبقى أنا ده مش محتاج ده، دي مش معتمدة قد كده. ده ثاني أكسيد الكربون لازم يكون فين؟ موجود فين؟ في الاستروما. يعد ضروريا لتخزين الطاقة في الكلوروفيل؟ خليها معانا. يعد ضروريا لانشطار جزيئات الماء؟ برضه خليها معانا. يعد ضروريا لنقل الهيدروجين إلى الاستروما؟ لا، اللي بينقل الهيدروجين للاستروما هو الناد بي. طيب انا كده عندي ب وعندي ج، وركز بالله عليك. لما اقول لك ضروري تخزين الطاقه في الكلوروفيل، هو الكلوروفيل اولا ما بيختزنش طاقه. الكلوروفيل بيحصل له اثاره، بيحصل له ايه؟ اثاره، فلا يختزن الطاقه. فانا كده كلمه تخزين دي هعمل نفسي ان انا ما اعرفهاش، لانها ما اتذكرتليش في شرحي او ما اتذكرتليش في سياق منهجي ان الكلوروفيل بيخزن الطاقه. هو الكلوروفيل بياخد الطاقه الضوئيه او بياخد الضوء علشان يحصل له اثاره، وليس ان هو يخزن الطاقه، بل الطاقه اللي فيه على طول لما بترجع تاني او ينفذ منها او تصعد الطاقه من الكلوروفيل المسار بيحصل بيها حاجتين: انشطار جزيء الميه، انشطار ايه؟ جزيء الميه،
وان انا بعمل مين فسفره ضوئيه. فهمت الليله فيها ايه؟ يبقى انا كده عندي السؤال ده في ب وفي ج ممكن يوقفوك فيها، فانت ده ما بيخزنش. انت ممكن تقول ممكن يكون بيخزن الطاقه في الالكترونات اللي بيحصل لها اثاره والكلام ده كله، يقول لك لا، هو هنا بيحصل اثاره وليس تخزين، اثاره وليس اي تخزين. نيجي سؤال رقم 9، وعندما تصل الكترونات جزيئات الكلوروفيل، خلي بالك الكترونات جزيئات الكلوروفيل نفس اللي كنا بنقوله هنا، الى مستوى طاقه اعلى، يقال انها في حاله ايه؟ اثاره اكيد من غير كلام. هي مش مستقرة لأنها بدأ يحصل لها إيه؟ يبقى كلوروفيل إيه؟ مسار، ومش ما عندهاش خمول، وفي نفس الوقت إيه؟ أرضية، دي مالهاش علاقة. يبقى أنا دلوقتي هيبقى ذرة إيه؟ مسارة، يبقى الكلوروفيل يبقى دلوقتي الكلوروفيل إيه؟ مسار. نيجي لسؤال رقم 10، أثناء التفاعلات التي تعتمد على الضوء، وركز برضو تاني، التفاعلات تعتمد على الإيه؟ الضوء، اللي هي التفاعلات الضوئية. ما مصير الهيدروجين الناتج عن انشطار جزيء المية؟ أنت هتقول لي قبل ما نبص على الاختيارات إن الهيدروجين الناتج عن انشطار الميه بيمسك في الناد بي ويتحول لناد بي اتش 2، والعمليه دي بنسميها اختزال. فانا كده ده مصير اهو، ده مصير مين؟ ده مصير الهيدروجين. طيب يتحد الهيدروجين مره اخرى مع الاكسجين؟ لا، عشان انا لو حصل اتحاد تاني يبقى انا كده انا محتاج الهيدروجين اثبت بيه مين؟ ثاني اكسيد الكربون فين؟ في الاستروم. يتحد الهيدروجين مع الناد بي يعمل مستقبلين الهيدروجين، دي الصح. تعال نشوف اللي بعدها يمكن نلاقي حاجه اصح. يطلق الهيدروجين في الغلاف الجوي؟ غلط، لا توجد اجابه صحيحه، لا توجد اجابه صحيحه. تمام، ده بالنسبه كده لايه؟ لسؤال رقم ايه؟ 10. سؤال رقم 11 اقراه كويس، وهنلاقي اختياراته فين؟ في الجزء الثاني او في الصفحه الثانيه. نقدر نجيبها كده دلوقتي اهي. كويس، كويس جدا جدا جدا. الجزء بيقول لك ايه؟ اي من الاتي ينطبق على المرحله التي تعتمد على الضوء في البناء الضوئي؟ ايه المرحله اللي بتعتمد على الضوء؟ اللي هي التفاعلات الضوئية. ها، تعال نشوف ايه اللي ينطبق على التفاعلات الضوئية في الكام جملة دول. تعال نجيب من تحت لفوق. عندك أول حاجة، تحدث هذه المرحلة أو تحدث المرحلة التي تعتمد على الضوء داخل الريبوسومات. يجيب الريبوسومات هنا، ما بتحصلش داخل الريبوسومات ولا حاجة. اللي بتعتمد على الضوء دي بتحصل داخل الجرانا في البلاستيدة الخضراء. طيب، في المرحلة التي تعتمد على الضوء يتحد جزيء الاي دي بي مع مجموعة الفوسفات لتكوين الاي تي بي. تصدق دي ممكن تحصل، لان انا عندي هنا الاي دي بي ما بيمسك مع فوسفات بيعمل لي فسفره ضوئيه فبيديني الاي تي بي، فدي فعلا بوصف بيها المرحله اللي بتعتمد على ايه؟ الضوء. طب تيجي تشوف به، تحدث عمليه تثبيت ثاني اكسيد الكربون. من قبل ما تكمل كلامك، مفيش تثبيت ثاني اكسيد الكربون فين؟ في اللهم صل على النبي في التفاعلات اللي هي ايه؟ الضوئيه. المرحله التي تعتمد على الضوء لا تعتمد فقط على الضوء ويمكن ان تستمر في الظلام. غلط، انا محتاج الضوء يعني محتاج الضوء. يبقى الاجابه الصح عندي هي مين؟ هي اجابه رقم ايه؟ رقم ج. نكمل. نجيب رقم 12، بيقول اي من الاتي ليس له تاثير مباشر. وخلي بالك ادي اهي، ليس له تاثير مباشر على تفاعلات الظلام في البناء الضوئي. يعني انا كله هيكون له تاثير مباشر ما عدا واحد هيبقى تاثيرها غير مباشر. تعال نجيبها من هنا. توفر غاز ثاني اكسيد الكربون، لا ده له تاثير مباشر. ده تاثير ايه؟ مباشر. انا عايز له تاثير ايه؟ ليس له، يعني غير مباشر. ليس له تاثير مباشر يعني تاثيره غير مباشر، لكن ده ايه؟ مباشر. لازم يكون ده موجود عشان يحصل تثبيت اصلا. درجة الحرارة لازم تكون موجودة علشان دي تفاعلات ظلام بتعتمد فيها على درجة الحرارة ونشاط الإنزيمات. فأنا ده ضروري وده ضروري وده ضروري كمباشر مباشر مباشر. لكن غير مباشر هو مين؟ هو الضوء. اللي هو بيعمل ايه الضوء؟ اللي هو زي ما احنا قلنا بيعمل إثارة وتيرة الكلوروفيل وهكذا. بيتم عمل ايه؟ الاي تي بي، ويتم عمل الناد بي اتش 2، ودول هيروحوا يعملوا تثبيت لمين؟ للسي او 2. فهمنا الليلة؟ نكمل. أي النظائر الآتية استخدمها كيلفن في تتبع مسار تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى كربوهيدرات أثناء تفاعل الظلام في البناء الضوئي؟ احنا عرفنا إن ميلفن كيلفن استخدم الكربون كام؟ 14، وده سؤال مباشر جدا مش محتاج أي مجهود. نيجي سؤال رقم 14، أي العبارات الآتية صواب؟ خلي بالك أنا عندي عبارتين فيهم واحدة صواب. تحدث تفاعلات الضوء في وجود ضوء أو عدم وجوده؟ غلط. التفاعلات الضوء بتحصل في الضوء فقط. حلو. تحدث تفاعلات الظلام في وجود الضوء او في عدمه، دي صح. يبقى انا هختار ايه؟ كارت غلط؟ لا. العباره الاولى فقط هي عباره صواب؟ غلط، ده هي الغلط. غلط. العباره الثانيه فقط هي الصواب، وده الاجابه الايه؟ الصح.
نيجي سؤال رقم 15. درس العالم ميلفين كلفن عملية البناء الضوئي في الطحالب. خلي بالك ميلفين ايه؟ كلفن. وجد أنه أثناء العملية تكون مركب ثلاثي الكربون. يعني قبل ما نشوف على الاختيارات، طالما ميلفين كلفن ومركب ثلاثي يبقى على طول البيجال. ايه هو؟ الفوسفوجليسرالدهايد. سؤال برضه مباشر مش محتاج منك أي مجهود. نيجي لرقم 16. أي مما يلي لا يعد من خواص الإنزيمات. يعني دول فيهم واحدة مش من خصائص مين؟ الإنزيمات. تعال نشوف من هنا. تسرع معدل التفاعل، خصائص إنزيمات. تتميز بأنها متخصصة، خصائص إنزيمات. تتأثر بالرقم الهيدروجيني ودرجة الإحارة، برضه إنزيمات. لا يمكن إعادة استخدامها، لا يمكن إعادة استخدامها. يبقى أنا هي ديت الإيه؟ الغلط. لأن دول كلهم التلاتة دول من خصائص الإيه؟ الهرمونات، الإنزيمات أنا آسف. وديت لو شلنا ديت يبقى يمكن إعادة استخدامها يبقى أنا هختار ديت لأنه لا يعد، لا يعد. نكمل. سؤال 17 بيقول البيبسين أحد إنزيمات البروتيز. هي كلمة بروتين اللي هو بروتين وحاطط آخرها كلمة إيز، بنسميها إيه؟ بروتيز. حلو. الذي يكسر جزيئات البروتين في المعدة. طالما جزيئات بروتين وفي المعدة والبيبسين، يبقى أنا كده بتكلم عن إيه؟ في الهضم في الإنسان. وتمام الدنيا واضحة معايا جدا والسؤال لذيذ. قال لك بيبسين وإنزيمات اللي بتكسر البروتين وموجودة في المعدة. يتكون البيبسين من تنشيط البيبسينوجين. كلها حاجات أنا عارفها. وأنا عايز السؤال بقى، ما الشروط الواجبة توفرها لإنتاج مين؟ البيبسين. علشان أعمل البيبسين ده محتاج إيه؟ ملوحة عالية، ملهاش علاقة. نقص في الأكسجين، مش محتاجها. درجة حرارة عالية، I don't need it. البي اتش منخفضة، هي دي اللي أنا محتاجها علشان أنتج البيبسين من البيبسينو ايه؟ البيبسينوجين. يبقى انا محتاج درجه بي اتش منخفضه اللي هتيجي بواسطه الاتش سي ال علشان ايه؟ يحول لي او ينتج لي اصلا البيبسين من الايه؟ البيبسينو ايه؟ البيبسينوجين. رقم 18 وسؤال مباشر جدا. الانزيمات تتكون من ايه؟ من بروتينات. ومحدش يكون كتبها حاجه غير كده، علشان يكتبها غير كده يطلع من الثانوي ويشوف له اي مكان تاني يروح فيه، لان انت كده يا حبيب قلبي عديت كل التوقعات اللي ممكن اتوقعها لك. سؤال رقم 19. ما العصاره الهاضمه؟ عصاره بتهضم التي لا تحتوي على انزيمات. يبقى انا كده عندي عصاره بتهضم لكن لا تحتوي على ايه؟ انزيمات. يعني نقدر نقول بتساعد في الهضم لكنها تلعب دور مهم في هضم الدهون. يبقى انت اكيد عرفت من غير ما اكمل ان العصاره اللي ما فيش فيها انزيمات اللي لها خاصه بالدهون اللي هي من العصاره الايه؟ الصفراويه. ودي يعتبر برضو سؤال من الاسئله برضو ايه؟ المباشره. نيجي للسؤال رقم 20. اي الانزيمات المحلله للكربوهيدرات تنتج الجلوكوز والفركتوز؟ والجلوكوز والفركتوز دي ايه؟ خلي بالك، عايز انزيمات بتحلل كرب. يبقى انا كده عايز اسم ايه؟ انزيم اللي بيكسر الكرب او بيحلل الكربوهيدرات اللي بينتج عنه جلوكوز وفركتوز. هو ده مين؟ مش ده سكروز؟ يبقى السكروز ده الانزيم بتاعه اسمه ايه؟ سكريز. انا مش شايف اسئله مباشره اكتر من كده صراحه. نكمل. يوضح الشكل. هو مفيش هنا الشكل مش موجود بس ما علينا هنكمل. يوضح الشكل صورة مبسطة لآلية عمل إنزيم محلل البروتين. يبقى أنا كده الصورة فيها حاجة بإيه؟ إنزيم بيحلل مين؟ البروتين. ما اسم وحدات المونيمر الفرعية التي يتكسر إليها البروتين؟ يبقى البروتين لما هيتكسر لإيه؟ بدون كلام. سؤال مباشر ابن لذينة. أحماض أمينية. وحد يكتب لده أو ده أو ده. أنا عندي الأحماض الأمينية هي اللي بتكون مين؟ البروتين. وده موجودة في الشرح بتاع الإيه؟ الجزء ده، ولازم تروح تبص عليه ولازم تسمعه. جزء الهضم موجود نازل ايه؟ على قناه اليوتيوب. نكمل. اي مجموعه من الانزيمات الهضميه تحلل البروتينات؟ انا قلت لك كلمه بروتين يا حبيبي حط اخرها كلمه ايز. ها؟ غلط غلط غلط. ها؟ البروتيز. وكنت كان في سؤال فوق، وده يعتبر سؤال مباشر جدا جدا جدا. امتحان سهل انا عارف، بس انا في شويه حاجات كده ايه محتاجين نقف فيها ونفهمها ان شاء الله. وعشان برضو ايه للناس اللي امتحنت الامتحان وفي عندها اخطاء، فتقدر تبص على الاخطاء بتاعتها وتحلها علشان ما نعرفش او ما عرفتش ان انا اقف مع كل الناس او ان انا ايه اصح لاي حد اي حاجه هو محتاج. نيجي لسؤال رقم 23. اي من الاتي ينطبق على العلاقه بين انزيم الاميليز وانزيم المالتيز؟ خلي بالك الاثنين دول اصلا كانوا بيعملوا قبل ما اخش اصلا على السؤال. الاميليز ده كان بينتج فين؟ كان بينتج في الفم. اشتغل عند بي اتش 7.4.
المالتيز ده كان فين في الامعاء، كان بيشتغل عند بي اتش كام 8. ده كان بيكسر نشا لايه، لمالتوز، المالتيز كان بيكسر المالتيز لمين، ها بيكسر المالتوز لمين، ل 2 جلوكوز. طب ما تيجي نشوف كده الايه الاختيارات عندي بتقول ايه، ونشوف حاجه كده وبالراحه كده مع بعض. انزيم الاميليز يحلل السيلوز. من قبل ما اكمل، السيلوز ما بيتحللش بالاميليز، ارمي. انزيمات الاميليز تحلل النشا، كويس، الى جزيئات اصغر، تمام، وينتج في النهايه المالتوز، حلو قوي، والذي يتحول بدوره الى جزيئي فركتوز، غلط. انا كده ماشي صح لغايه هنا، لغايه ان هو يتحول ل 2 فركتوز، هي دي الغلط في السؤال كله. طب نكمل. انزيم الاميليز يحلل اللاكتوز. من قبل ما اكمل، غلط، يعني مفيش غير ديت. انزيمات الاميليز تحلل النشا الى جزيئات اصغر، صح، وينتج في النهايه المالتوز، تمام، والذي يتحول بدوره الى ايه بقى، جزيئين جلوكوز. يبقى ديت الايه الاجابه الايه الصح بواسطه ايه المالتيز، تمام. نكمل. اي الانزيمات الاتيه لا يفرزها البنكرياس. وانا عارف البنكرياس بيفرز لي ايه، تعالى كده نجيبهم كده مع بعض. بيفرز التريبسينو جين، وبيفرز بيكربونات الصوديوم، وبيفرز الاميليز البنكرياسي، وبيفرز اللايبيز. دول اللي بيفرزهم مين، البنكرياس. التريبسين بيفرز، اللايبيز بيفرز، البيبسين لا ده معده، الاميليز بيفرز، يبقى انا لا يفرزها يبقى مين، عند البيبسين، لان ده ايه، معده. نكمل. ما مجموعة الإنزيمات الهضمية التي ينتمي إليها الأميليز؟ هو الأميليز ده كان بيعمل إيه؟ كان بيكسر مين؟ النشا. كان بيكسرها لإيه؟ لمالتوز. خلصت. تعال نشوف السؤال. النيوكليز محلل بروتين لا ده ولا ده. محلل كرب فعلا، هو من ضمن التحاليل مين؟ كربوهيدرات. محلل دهون لا. أسئلة مباشرة برضه. نكمل. في البلاستيدة الخضراء ما أهمية حبيبات النشا الموجودة في الاستروما؟ أنا عندي الاستروما موجود في حبيبات النشا، مهمتها إيه؟ تعال نشوف كده الإيه الألف ب ج د كده. حبيبات النشا تتحول إلى سكريات قابلة للذوبان وتنتقل إلى أعضاء أخرى في النبات تحت شروط معينة، اللي ده صح. حبيبات النشا موقع لتخزين الكرب في البلاستيدة الخضراء، وده صح. حبيبات النشا هي موقع تخزين الطاقة، وده صح. ما هو النشا تخزين طاقة عشان بتكسرها لمين؟ لجلوكوز. اقدر اروح لمين؟ للميتو كوندريا علشان تديني ايه؟ الاي تي بي. جميع الاجابات صحيحه، يبقى انا هختار ايه؟ جميع الاجابات ايه صحيحه. سؤال رقم 27 بيقول اي من الاتي يفسر لماذا تصنف الكربوهيدرات والبروتينات على انها بوليمر؟ سؤال من سنه اولى اهو. انا ليه هصنف الكرب والبروتين على انه بوليمر؟ لان هناك العديد من نسخ الكربوهيدرات والبروتين داخل جسم الانسان. مش صح. لانها تتكون من العديد من الوحدات الكبيره، لا هي بتتكون من حاجات صغيره. لانها ترتبط بجزيئات حيويه اخرى، مش شرط. لانها تتكون من العديد من الوحدات الصغيره المتماثله اللي هي المونيمرات، ودوت الصح. اسئله كويسه اهيت. نيجي لسؤال رقم 28 اي مما ياتي لا ينطبق على العصاره الصفراويه؟ انا عارف العصاره الصفراويه دي كانت بتعمل ايه، كانت بتعمل لي مساعده في هضم الدهون. طيب تسهل نشاط الانزيمات على الدهون. طب دي ممكن ناخدها معانا. تفرز من الكبد، برضه بتفرز من الكبد، بس خلي بالك هو قال لك هنا لا، انا اسف، لا ينطبق. هي بتسهل نشاط الانزيمات، تفرز من الكبد، تحسن وظيفه براعم التذوق. ايه جاب براعم التذوق للايه؟ لهضم الدهون. تعال نشوف دال عشان يبقى ايه حق. تستحلب الدهون، وده صح لانها بتحول الدهون الى ايه؟ مستحلب ايه؟ دهني. ركز في الحاجات اللي زي ديت، لا وليس ولا والكلام ده كله، دي بتغير لك مجرى السؤال نهائيا. صدقني حل الاسئله سهل، كل اللي انت محتاجه ان انت بس تشوف الكلمات اللي هي بتبقى مفتاح في السؤال، وعلى اساسه بتبدا ان انت تشوف الاجابات اللي معاك انهي الصح وانهي الغلط. وفي نفس الوقت محدش ما بيغلطش، كله بيغلط، لكن الصح ان انت تبدا تمارس اكتر وتتدرب على الاسئله اكتر عشان تقدر تحل بصوره كويسه وبصوره احترافيه. نكمل سؤال رقم 29 وبيقول لي ايه؟ اي من الاتي يعد من الانزيمات اللعابيه؟ اللعاب ادي مفتاح السؤال اهو. لها دور في هضم الطعام، وهو اكيد يبقى هضم النشا.
عشان انت بتتكلم في اللعاب، واللعاب ده موجود فيه اتنين او انزيم له اسمين، اللي هو الاميليز والتيالين. بيشتغل عندي بي اتش 7.4، بيحول لي النشا الى مالتوز. كل الحاجات دي تكون في دماغك وانت بتحل، فطبيعي عندك مين؟ التيالين. رقم 30 بيقول لك ايه؟ اي من الاتي هو الترتيب الصحيح لمراحل الهضم. انا عايز اعمل ترتيب صحيح لمراحل الهضم المختلفه. قبل ما اخش على السؤال، تعال نشوف احنا اصلا ايه مراحل الهضم. انت اول حاجه، الاكل بيروح فين؟ الفم. بي اتش 7.4، اميليز، نشا. حلو، نكمل بعد كده. المعده، ها، فيها ايه المعده؟ فيها البيبسين، بي اتش 1.5، 2.5. بعد كده هندخل على الاثنى عشر، ده اللي بيتم فيه تنشيط مين؟ التريبسين، اللي جاي منين؟ من البنكرياس، اللي هو بيهضم لي مين؟ البروتين، العيد والبيض. ثم بعد كده الهضم النهائي فين؟ في الامعاء، اللي بيتم هضم جميع الايه؟ الطعام بعد كده الاصغر الوحدات. يبقى انا كده خدتهم دي: واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. ها، يبقى الهضم في الفم. اول حاجه هضم في الفم. هضم في الامعاء غلط، بعد كده مش الامعاء. هضم في الفم تمام، هضم في المعده تمام، هضم في الامعاء تمام. يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي ايه؟ طب ما تعالى نشوف. جيم موديل. هضم في المعده غلط، بدايتها غلط على طول. ندخل على المقالي. سؤال المقالي سؤال لذيذ جدا، ويعتبر انا كنت عامله في السؤال على انه هديه، مفيش فيه اي كلام. كل الفكره ان انت محتاج، عايزك تكتب وتعبر اللي انت فهمته من الشرح ومن الشغل. ده هيؤدي بيك ان انت بيعرفني انت كنت في الحصه قاعد مركز مش مركز، تقدر تصيغ الكلام، مذاكر، كنت فاهم وقرات في كتابك فحفظت فتقدر تصيغ. لان يا شباب الاسئله المقاليه محتاجه الحاجتين: محتاجه الفهم زائد الحفظ. انت لو فاهم هتعرف تصيغ، ولو حافظ هتعرف تكتب الكلمات. فهمت الليله فيها فين؟ بقول لك اذكر بطريقتك كيف يتم امتصاص الماء من التربه. دي بقى انت حوار، انت ممكن تكتب فيها صفحه دي. هتبدا بقى الاليات الامتصاص اللي عندك: تشرب، الاسموزيه، ها، ثم بعد كده انت تشوف ايه النفاذيه ازاي، والاسموزيه ازاي، والتشرب ازاي، وكل السيلوز والجدر وتكتب اللي انت عايزه. اي حد كتب حاجه في السؤال ده انا اديته درجه. هو السؤال ده من 2.5، وده من 2.5، وده من 2.5، والاخير من 2.5. هم عليهم 10 درجات دول. فانا دلوقتي اللي كتب منكم حاجه هنا كانت صح وكويسه اديته درجه، ما نقصوش صفر فيها. نيجي للسؤال ده، خلي بالك من السؤال. عايز 4 انزيمات، يعني عايز اسامي الاربع انزيمات هضميه. وضح درجه البي اتش والمكان. يبقى انت عايز واحد، اتنين، عايز 3 حاجات. يعني لو قلت لي هنا انزيم الاميليز، هتقول لي بيشتغل عندي بي اتش 7.4، وهتقول لي الفم، ما تقوليش الغدد اللعابيه. هتقول لي مثلا وليكن، هتقول لي التريبسين. التريبسين ده بيجي منين؟ من البنكرياس. بس خلي بالك هو بيشتغل فين؟ في الاثنى عشر. يبقى انت عندك درجة البي اتش دي كام؟ 8. بيشتغل فين؟ في الاثنى عشر. لكن قلت لك بيفرز منين، تقدر تقول ان هو منين؟ من البنكرياس. فهمت الفكرة فين؟ طيب نيجي للسؤال ده. نواتج بقى التفاعلات الضوئية واللا ضوئية. يعني انا بالبلدي كده بقول لك اكتب كل ما تعرفه عن عملية البناء الايه؟ الضوئي. وفي نفس الوقت برضو اللي كتب فيها حاجه ما نقصوش فيها. لكن هنا انا نقصت، لان انت مديك 3 حاجات: عايز اسم، بي اتش، مكان العمل بتاعه. لكن انا هنا عايزك تكتب التفاعل الضوئيه فيها ايه، ولا ضوئيه فيها ايه. واللي كان بيكتب برضو حاجه كنت بديله فيها ايه؟ فيها درجه. ما اهم، بس مش درجه كامله اكيد، لان في ناس كانت كاتبه باستفاضه، وكانت ناس مشرحه الورق بطريقه بسم الله ما شاء الله. ديت الناس اللي انا يعني دايما بفضل ان انا يكون ليا ضغط عليهم من ناحيه ان انا افضل زي معاهم علشان يفضلوا على نفس المستوى ده، ما ينزلوش عليه. لان الطلبه ديت تعتبر من الناس اللي بيخلوا الواحد قاعد حابب ان هو شغال ماده زي كده مع طلبه بتفهم، بيشجعوه على ان هو يدي العلم او يمنحهم العلم ده بطريقه كويسه جدا. وفي نفس الوقت عارف ان العلم ده ما بيضيعش على الفاضي. الطالب الشاطر معايا غير طالب مثلا مجرد قاعد لمجرد ان هو بياخد المعلومه عشان يروح يطبق عليها وخلاص يخش الامتحان وينجح. انا ما بحبش الطالب ده. انا احب الطالب اللي هو قاعد معايا محتاج بجد ان هو يفهم ويذاكر ويحفظ ويبحث معايا ويطور معايا ويقعد يتناقش معايا في المعلومه، واتناقش معاه واحترم دماغه واديله المعلومه صح. دي الطلبه اللي اتمنى بجد ان هم يبقوا ايه كتير. هم مش كتير قوي طبعا، بتلاقي في كل دفعه حاجه كده بسيطه. فانا شايف ان كان في ناس بجد حلت الامتحان ده بطريقه فظيعه جدا وجميله جدا.
وعجبتني جدا جدا جدا، وانا كمان يعني ايه اديتهم كلمتين كده حلوين. والناس اللي غلطت في حاجات تافهه دي ده برضه كلام في جنابها، ما علينا. بس الفكره فين؟ الفكره ان انا عايزك تكون شخص فاهم وحافظ في نفس الوقت. لو فهمت زي ما قلت هتعرف تصيغ، وحفظت تعرف تكتب. سؤال زي ده، اهميه الخملات، برضو انا اديتك كل المجال انك تكتب عن ايه الخملات وموجوده فين وتشريحها ايه وشكلها عامل ازاي وبتعمل امتصاص ازاي، وايه اللي بيحصل والطريق ده بياخد ايه والطريق ده بياخد ايه. كل حاجه عايزك تكتبها. وبجد في ناس كتبت حاجات كتير جدا، فبالتالي ما كانش ينفع اساوي الرؤوس فيها. يعني في ناس جابت السؤال ده واحد، ناس جابت فيه نص، ناس جابت فيه اتنين ونص. اللي قفل ده هو اللي كان كاتب حاجات كتير. طبيعي اللي كتب سطرين فيهم كلام بجد كله دسم في الحاجة، غير اللي كتب سطر واحد. بس في نفس الوقت ده مش عامل دش، مع ان في واحد تاني كاتب 6 سطور تعبير، مع ان ده في معلومات اكتر من ده. لا انا هدي ده 2 ونص وهدي ده 2 مثلا عشان كتب تعب يا عيني، بس كاتب معلومات. لو مش كاتب فيها حاجة هديله نص، او هديله صفر لو مهبل. بس دي الفكرة. بالتوفيق يا شباب. كده نقدر نقول الامتحان ده خلص، حله امتحان سهل خالص، مفيش أي مشكلة. يعني كان فيه شوية سؤال بس كام سؤال فيهم هم محتاجين تفكير. حبيت انزل الامتحان ده تاني علشان الطلبة الامتحانات وتقدر تراجع الأسئلة تاني وتراجع هي غلطت في ايه وايه اللي حصل معاهم في الامتحان. وانتظروا ان شاء الله الامتحان الجاي الشامل على النقل، وباذن الله يكون امتحان اتقل من كده واسئله اكتر من كده ان شاء الله، ويبقى امتحان فيصلي زي ما انا عرفتكم. وان شاء الله ان شاء الله مع بعض باذن الله نحاول ان احنا ننزل لكم منهج كامل على اليوتيوب عشان الناس تستنفع بيه. وربنا يا رب يعني ايه يقدرنا على ده ونلاقي وقت كده ننزلوك فيه، لان والله الوقت مضغوط جدا جدا. الواحد عايز فوق ال 24 ساعه بتوع اليوم، 24 ساعه كمان والله. فالحمد لله على كل حال. لغايه هنا احنا كده خلصنا الامتحان. شكرا ليكم جدا. حاول تطبق على الامتحان ده بجد، وبالتوفيق يا رب. يا رب توصلوا للاماكن اللي انتوا عايزين توصلوها، وتدخلوا الكليات اللي انتوا حابين تدخلوها، ويحققوا كل الاماني. واي حاجه محتاجينها ابعتوا لي على الواتساب، رقم موجود، جروب التليجرام موجود. اعمل سبسكرايب، اعمل لايك، اعمل اي حاجه بتعمل في اليوتيوب ده. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جاي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.